يلا نبرد اسنان الفرس. تعالوا معاي بشرح لكم خطوه بخطوه. بالجهاز هذا يبردون اسنان الفرس. تشوفون الفرس الجميله هذه؟ الحين بنبرد اسنانها. طبعا البرد الاسنان يكون للطواحن فقط، الاسنان الاماميه ما نبردها. وقاعد يركب القطعه هذه. القطعه هذه شو تسوي؟ تفتح اسنان الفرس. عشان ايش؟ يبدا شو بيسوي بعد شويه؟ يشد عليها بيبدا يفتح الحديد. خلاص هي ما تقدر تسكر عليك. لو حطيت ايدك كذا شوف السكاكين، السكاكين دي اللي احنا بنبردها. لو تلاحظ في بياض هنا، شفت البياض هذا؟ هذا البياض اللي هو الاسنان اللي تنبرد معانا. تعرف ان احد الاشياء المهمه جدا انك تبرد اسنان الحصان اللي عندك او الفرس اللي عندك. ليش؟ لان هي عمليه الطحن تكون وين؟ في الاسنان، قبل لا توصل للمعده، قبل لا توصل لكل شيء. فاذا عندك عمليه هضم صحيحه ما بتصير عندك الامراض الثانيه، نتكلم عن كوليك وغيره. اهم شيء انك انت تبرد اسنان حصانك. فهذه العمليه جدا مهمه. اعتقد وصلت الرساله. سمعني صغير غيرك.